النهارده بتبدأ بطيارة ركاب صغيرة بتكون رايحة ناحية أمريكا، وفجأة واحد من الركاب بيستغرب وبيسأل المضيفة ليه خط الرحلة اتغير فجأة، وهي بتبدأ تشرح له إن الجو في الطريق الأساسي بقى وحش جدا، وعلشان كده الطيار بيقرر يغير المسار ويعدي من فوق الأمازون. وبما إن عدد الركاب في الرحلة دي بيكون بس 8، فمحدش بيهتم قوي بالموضوع ده. وبعد شوية فجأة الطيارة بتبدأ تتهز بعنف، والطيار بيلاحظ إن نظام تحديد المواقع وقف خالص، وحتى لوحة التحكم ما بتبقاش بتستجيب، وفورا بيحاول يتواصل مع محطة التحكم، ولكن كل محاولاته بتفشل، وده لأن نظام الاتصال اللاسلكي هو كمان بيقف. والأغرب إن الطيار بيكون حاسس من البداية إن في حاجة غلط هتحصل، وعلى طول وهو بيحاول يسيطر على الطيارة بيطلع موبايله وبيسجل آخر فيديو ليه، وفي الفيديو بيقول إن الطيارة دي مخبية أسرار خطيرة جدا، وإنه من أول ما شاف الحاجات دي وهو بيشك إن كارثة كبيرة ممكن تحصل. وبعدها الطيارة بتبدأ تقع بسرعة ناحية الأرض، وقدامهم بيظهر غابة ضخمة وجبال عالية، والطيار بيحاول يخفف سرعة الطيارة باستخدام فروع الشجر علشان يقلل قوة الاصطدام. وبعد ما الطيارة بتفضل تتحك لمسافة طويلة أخيرا بتقف، والمفاجأة إن أغلب الركاب بيطلعوا عايشين، بس المضيفة اللي ما كانتش لابسة حزام الأمان بتموت في مكانها. وساعتها الركاب بيبدأوا يتكلموا بخوف ومحدش عارف يعمل إيه، وفي الأول بيتأكدوا إن محدش عنده إصابات خطيرة غير المضيفة، وبعدها 2 من الركاب بيدخلوا بسرعة للكابينة علشان يشوفوا حالة الطيار، ولكن أول ما بيشوفوه بيتصدموا لأن أغصان شجر ضخمة بتكون داخلة من صدره وخارجة من الناحية التانية، بس مع ذلك بيكون لسه برضه عايش بالعافية. والاتنين بيحاولوا يبعدوا الكرسي شوية علشان يعرف يتنفس، وفجأة بيسمعوا صوت نار جاية من بره الطيارة، وساعتها كل الركاب بينزلوا بسرعة وبيحاولوا يطفوا الحريق، وده لأنهم بيكونوا عارفين إن لو الطيارة اتحرقت بالكامل مش هيلاقوا مكان يستخبوا فيه لحد ما حد ينقذهم. وبعد شوية الدنيا بتهدى شوية، وال8 الركاب بيقعدوا مع بعض وبيحاولوا يفهموا هما وصلوا لأي جزء من الأمازون بعد تغيير المسار، وكلهم بيكتشفوا إن مفيش أي شبكة في الموبايلات، يعني تواصل مع العالم الخارجي وسط الغابة دي بيكون شبه مستحيل من غير جهاز خاص، وكمان الغابة بتكون ممتدة لمئات الأميال، وعلشان كده الخروج منها على الرجل بيبقى مستحيل تقريبا. والمصيبة الأكبر إن محدش بره أصلا يعرف إن الطيارة وقعت هنا، يعني مفيش حد هيفكر يدور عليهم. وفجأة واحد من الركاب اسمه جاك بيقترح إن كل واحد يعرف نفسه، وبيقول إن لازم يفهموا بعض الأول علشان يعرفوا ياخدوا قرار صح. وبعدها جاك بيبدأ يعرف نفسه وبيقول إنه شغال محقق تأمينات، وشغله بيكون إنه يكشف الناس اللي بتحاول تعمل نصب في التأمين، وكمان بيقول إنه كان راجع أمريكا بعد ما خلص قضية. وبعده راجل تاني بيعرف نفسه وبيقول إن اسمه كيفن وإنه شغال دكتور، وكيفن بيشرح إن بعد سنين شغل في الطب بيفتح شركة معدات طبية وبيكون راجع أمريكا علشان شغله. وبعدها كيفن بيشوف حالة الطيار وبيفهم إن أحباله الصوتية اتدمرت، وعلشان كده الطيار ما بقاش قادر يتكلم، بس في نفس الوقت بيكون هو الشخص الوحيد اللي ممكن يعرف يخرجه من المكان ده، ولازم ينقذوه بأي طريقة. وبعدها على طول الراكبة الثالثة بتقول لهم إن اسمها كريستي وبتحب السفر وبتلف العالم وبتنزل فيديوهاتها على السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت وهي بتتكلم عن حياتها بتسكت فجأة وما بتردش لما حد يسألها عن ماضيها. وبعدها الراكب الرابع بيقول إن اسمه كارلوس وبيقول إنه مصارع وجاي من المكسيك، وبيحكي إنه رايح أمريكا علشان يشارك في بطولة قتال. وبعد كده بيظهر زوجين شباب وبيقدموا نفسهم وبيقولوا إن أساميهم داني وإيمي، وبيحكوا إنهم متجوزين جديد ورايحين يقضوا شهر العسل في أمريكا. وفي الآخر بيكون في زوجين كبار في السن وبيحكوا إنهم ديفيد وليزا، وبيشرحوا إنهم شغالين في فندق في مدينة صغيرة في أمريكا، وديفيد بيقول إنه رايح يعمل عملية في القلب. وبعد ما كل واحد بيخلص كلامه بيبقوا فهموا بعض بشكل بسيط، وساعتها بيكون معاهم الطيار اللي حالته صعبة وما بقاش قادر يتكلم. وفجأة جاك بيقترح عليهم إنهم يجمعوا الأكل والمية اللي في الطيارة ويقسموها عليهم علشان يعرفوا هيكملوا قد إيه، وبعد ما بيحسبوا بيلاقوا إن الأكل والمية هيكفوا حوالي 3 أيام. وساعتها جاك بيقول إن لو حصل مطر أو عاصفة ممكن يضطروا يفضلوا جوه الطيارة، وعلشان كده لازم يبعدوا جثة المضيفة بره علشان يوسعوا المكان. وبعد ما بيخلصوا الخطوة دي بيبدأوا يدوروا على حل يطلعهم من المكان ده، وبيروحوا يسألوا الطيار لو في جهاز اتصال بالأقمار الصناعية في الطيارة، وكمان بيحاولوا يفهموا إزاي الطيارة خرجت عن مسارها ودخلت الغابة دي من غير أي سبب واضح. والطيار بيحاول يتكلم بس واضح إنه عارف حاجة ومش قادر يشرحها. وساعتها جاك بيقول إن بما إن كيفن دكتور يبقى لازم يعالج الطيار، ولكن كيفن بيرفض وبيقول إن حالته خطيرة ومفيش أدوات ولا أدوية هنا، ولو عملوا تدخل ممكن يموت أسرع، وعلشان كده بيقرروا يستنوا شوية لحد ما حالته تهدى. وفي نفس الوقت ده ليزا بتطلع الأكل من الطيارة وبتقسمه عليهم، وبعد الأكل بيبدأ الأمل يرجع عندهم شوية إنهم ممكن ينجوا. وساعتها كريستي بتبص ناحية جبل عالي وبتقول إن ممكن لو طلعوا فوقه يلاقوا شبكة أو أي إشارة، وبتقترح إنهم يجربوا يطلعوا هناك، بس الليل بيكون دخل فبيقولوا خلاص نسيبها لبكرة. وفي اللحظة دي حالة الطيار بتسوء بشكل مفاجئ، وكيفن اللي كان ساكت طول الوقت بيحس إن الوضع خطر، فبيقرر إنه يتدخل ويعمل العملية بنفسه، وبيطلب منهم يجيبوا أي أدوات من الطيارة. وبالفعل بيجمعوا حاجات بسيطة زي سكينة وكحول وحاجات للتعقيم، وبدون أي تخدير بيبدأ العملية.
العملية، والطيار بيتألم وبيتحرك بعنف شديد، بس رغم كده العملية برضه بتتم. وبعد ما بيخلص بيقول لهم ان الطيار لو ارتاح ممكن حالته تتحسن الصبح. وفي الوقت اللي الكل نايم فيه بالليل كان في شخص لابس قناع بيتحرك بهدوء ناحية الطيار المصاب، وبيقرب منه وبيكتم نفسه وبيدوس على نفسه جامد لحد ما بيمنعه انه يتنفس. وساعتها الطيار بيبدأ يضعف لحد ما بيسكت خالص وبيموت بكل هدوء. وتاني يوم الصبح اول ما الكل بيصحوا بيلاقوا ان الطيار ميت، وبيتفاجئوا جدا لان حالته كانت اتحسنت بعد العملية، وكان ناوي لسه يقول لهم على حاجات مهمة. والدكتور كيفن بيكشف عليه وبيقول لهم ان مفيش اي عدوى او اي مرض في جسمه، يعني موته دايم مش طبيعي. وساعتها الكل بيبدأ يتكلم وبيقول ان كان لازم حد يفضل صاحي ويراقبه طول الليل، بس الوقت بيكون خلاص فات ومفيش حاجة تتعمل. وفي الاخر بيقولوا يمكن مات بسبب اصاباته، فبياخدوا جثته وبيحطوها جنب جثة المضيفة تحت شجرة في الغابة علشان لو فريق انقاذ جه يلاقيهم. وفي اللحظة دي محدش بياخد باله ان تليفون الطيار بيقع من جيبه، وداني بياخده بكل سرية. وايمي بتسأله هو عمل ايه، فبيقول لها ما تقولش لحد لانه مش واثق في اي حد خالص. وبعدها داني بيروح ناحية الجثة لوحده وبيقطع صباع من ايد الطيار علشان يفتح التليفون بالبصمة. وفي نفس الوقت ده ديفيد وليزا بيتكلموا، وليزا بتقول انها مش شايفة ان موته طبيعي، وده لانها كانت ممرضة قبل كده وشافت حالة شبه كده، وبتقول ان وشه كان لونه غامق زي حد مات مخنوق، يعني حد قاصد يخليه يموت، بس ما قالتش لحد علشان حاسة ان القاتل ممكن يكون واحد منهم. وديفيد بيتصدم وبيسأل مين ممكن يعمل كده، فليزا بتقول له لازم يفضلوا حذرين ومحدش يثق في اي حد. وفجأة ليزا بتحس ان في حد بيسمعهم فبتسكت بسرعة. وفي نفس الوقت ده كريستي بتروح لإيمي وبتقول انها عارفة ان داني وإيمي مش رايحين شهر عسل. وساعتها إيمي بتعترف وبتحكي ان هي بنت راجل غني جدا، وداني كان شغال سواق عندهم، ولكن حصل بينهم قصة حب وهربوا علشان اهلها مش هيوافقوا. وكريستي بتفهم انهم كانوا مخبيين الحقيقة علشان محدش يشك فيهم. وفي الوقت ده كارلوس بيجي بخبر حلو وبيقول انه لقى جهاز تتبع في حطام الطيارة، ولو طلعوه فوق الجبل وشغلوه ممكن يجيبوا انقاذ لان الاشارة هتوصل لبعيد، وبيقول انه يقدر يصلحه لحد بكرة. والكل بيحس بشوية امل ان في فرصة يطلعوا من المكان ده. وكارلوس بيقول ان ابوه كان كهربائي هو اللي علمه الشغل ده كله، ولكنه كان عايز يبقى مقاتل وساب طريق ابوه. وجاك بيقول انهم هيصلحوا الجهاز النهارده وبكره الصبح يطلعوا للجبل ويشغلوه. وفجأة ليزا بتقول خبر وحش بيقلب كل حاجة، الا وهو ان الاكل اتسرق، مع انهم لسه واصلين في المكان ده من يوم واحد بس، والاكل اللي كان المفروض يكفي 3 ايام بيكون شبه خلصان. وساعتها جاك وكريستي بيدخلوا جوه الطيارة بسرعة وبيفتشوا اللي سرق الاكل، وبيفهموا ان اللي حصل ده مقصود وان في حد بيخلص الاكل قاصد. وفي وسط ما هما بيدوروا جاك بيلاحظ ان كريستي بتفتش بطريقة منظمة جدا وكأنها متعودة على التحقيق. وساعتها بيقول انها مش شخص عادي ابدا، لان اي حد طبيعي ما بيعملش كده وهو بيدور على اي دليل. وفي اللحظة دي كريستي بتقف وبتقول لهم الحقيقة، وبتقول انها صحفية وبتلف بلاد كتير علشان تكشف العصابات والمجرمين وتفضحهم، وعلشان كده كانت مخبية هويتها علشان لو في مجرم وسطهم ما يفكرش يهاجمها. وساعتها الكل بيفهم ان كل واحد فيهم مخبي حاجة عن حياته. وبما ان الاكل والمية بيقلوا فجاك بيقول ان كارلوس لازم يفضل علشان يصلح جهاز تحديد المواقع، والباقي لازم يطلعوا يدوروا على اكل ومية في الغابة. وهم ماشيين بيلاقوا فطر لونه ازرق على الارض، وكريستي بتفحصه بسرعة وبتحذرهم انه فطر سام جدا ولو حد قرب منه ممكن يموت خلال ساعات، وبتقول لهم ما يقربوش منه خالص. وكمان بتقول ان النوع ده بيطلع في اماكن رطبة، يعني اكيد في مكان قريب فيه مية. وبعد شوية مشي بيلاقوا بركة مية، بس المية شكلها مش نظيف ومش هينفع تتشرب. يجي صوت طلق نار يخضهم كلهم، فبيرجعوا بسرعة وبيلاقوا ان ديفيد هو اللي بيضرب نار. وساعتها بيبان ان ديفيد وليزا مخبيين معاهم سلاح من الاول وما قالوش لاي حد. وليزا بتقول انهم ما كانوش عايزين يخوفوا اي حد منهم، وبعدها بيطبخوا الاكل وبياكلوا كلهم علشان يسدوا الجوع. وفي نفس الوقت ده كريستي وجاك بيحاولوا ينظفوا المية من البركة علشان يقدروا يشربوا، وبكده اليوم بيعدي عليهم من غير جوع ولا عطش. ولكن ايمي مش بتقدر تاكل، فديفيد بياكل حصتها هي كمان. وبعد ما بيخلصوا الاكل جاك بيقول لهم لو كان في حد تاني مخبي اي حاجة زي ديفيد وليزا. وساعتها كارلوس بيطلع الماسك بتاعه وبيقول انه ما فيش معاه غيره، وبيحكي لهم انه بكره هيحاول يشغل جهاز الجي بي اس علشان يطلب الانقاذ. وفي نفس الليله وهم نايمين ديفيد حالته بتسوء فجاه، وفي نفس الوقت في حد من بعيد بيبص عليهم وهو مستخبي. وبعدين الشخص ده بيطلع تليفون ساتلايت وبيكلم واحده وبيقول لها ان الخطه ماشيه زي ما هي، وبيأكد انه بيكمل اسرع. وساعتها بيبان ان في حد معاهم بيستخدم تليفون ساتلايت من الاول من غير ما حد ياخد باله. وتاني يوم الصبح الكل بيصحى على صوت صريخ ليزا وهي بتعيط وبتقول ان ديفيد مات. والدكتور كيفن بيكشف عليه وبيقول ان في زبده طالعه من بقه، وده معناه انه اكل متسمم، وغالبا بيكون اكل من نفس الفطر السام اللي شافوه في الغابه. ولما ليزا بتسمع الكلام ده بتنهار من الصدمه وبتصرخ فيهم وبتقول لهم ان في حد فيهم بيقتلهم واحد ورا التاني، بس لحد دلوقتي مفيش حد فاهم ليه اي حد يعمل كده اصلا، وده لان كلهم ما كانوش يعرفوا بعض حتى من قبل ما يتقابلوا. وساعتها ليزا بتفكرهم ان موت الطيار الاول ما كانش طبيعي، وبتقول لهم ان وقتها كان واضح جدا ان في حد
حد خانقه بايده، بس هي سكتت علشان ما تخليش الكل يدخل في خناقات ويشكوا في بعض. ودلوقتي ليزا بتفتكر انها حكت الكلام ده لجوزها ديفيد، وساعتها حست ان في حد كان بيسمعهم من بعيد، واللي سمع الكلام ده هو اللي راح استهدف ديفيد بعد كده لانه كان قرب يعرف الحقيقه. وبعدها الكل بيفتكروا موضوع الفطر السام اللي شافوه في الغابه، وبيفهموا ان حد اخد منه وخلطه في اكل ديفيد وهو نايم. والاخطر ان ديفيد اكل من اكل ايمي كمان، يعني ممكن يكون الهدف الحقيقي كان ايمي مش هو. وفي اللحظه دي الرعب بيزيد اكتر واكتر، لان كل واحد فيهم بقى شايف ان اي حد ممكن يكون هو القاتل. والحادث بتاع الطياره وسقوطها ووفاه الناس واحد واحد، كل ده بيأكد ان الموضوع مش صدفه ابدا، وبقى كل واحد فيهم بيبعد عن التاني وما بقوش يثقوا في بعض ابدا. وفي الوقت ده داني بيوري ايمي الموبايل بتاع الطيار اللي كان مخبيه، وبيفتحوا الفيديو اللي الطيار سجله قبل ما يموت. وفي الفيديو الطيار بيحذرهم ان في سر كبير جوه الطياره، وان السقوط ده كان متخطط له من الاول. وساعتها الكل بيتاكد ان في لعبه كبيره بتحصل حواليهم. وفي نفس الوقت ده كارلوس بيقول لهم انه خلص اصلاح جهاز تحديد المواقع، وبيوضح انهم لازم يطلعوا لقمه الجبل علشان يشتغل ويبعت اشاره استغاثه. بس دلوقتي الثقه بين الكل بقت شبه معدومه، وبيبداوا يفكروا مين اللي هيروح الجبل ومين هيفضل يحمي المخيم. وفي الاخر جاك بيقرر انه يفضل تحت في المخيم، وكارلوس والدكتور كيفن وكريستي بيطلعوا للجبل مع جهاز تحديد المواقع. وهم ماشيين في الطريق كل واحد فيهم بقى حذر من التاني، واثناء ما هم طالعين كارلوس كان بيلزق لبانه في ايده، وكريستي بتبص على ورقته وبتفهم انه من نفس الاكل اللي كانت سرق قبل كده. وساعتها الشك بيزيد عندها ان كارلوس ممكن يكون هو اللي سرق الاكل، بس هي ما بتقولش اي حاجه وبتفضل تراقب بصمت. وفي نفس الوقت ده بتاخد جهاز تحديد الموقع من ايده وبتحطه معاها علشان ما تدلوش فرصه يبوظه او يخبيه عنها. وبيفضلوا طالعين على قمه الجبل خطوه خطوه، والتعب بيزيد عليهم، وبعد وقت طويل بيوصلوا للقمه اخيرا. وفجاه كريستي رجليها بتتزحلق وبتقع على حافه الجبل وبتفضل متعلقه. وفي نفس اللحظه دي جهاز التتبع بيقع قريب جدا من الحافه، ولو الجهاز وقع تحت كانوا هيضيعوا ومحدش هيعرف يوصل لهم مره تانيه. وكريستي بتمد ايديها بكل قوتها وبتحاول توصل للجهاز الاول وبتلحقه في اخر لحظه، وكارلوس وكيفن بيجروا عليها فورا وبيشدوها لفوق، وبعد مجهود كبير بيطلعوا بيها ومعاها الجهاز. والموقف ده بيخلي التوتر يقل بينهم شويه، لان كل واحد فيهم بيشوف ان التاني ساعده وما سابوش كارلوس يركب جهاز الاشاره فوق الجبل. وكيفن بيحاول يفتح الموبايل ولكن مفيش اي شبكه، يعني مفيش طريقه تواصل غير الجهاز ده. وبعد شويه الجهاز بيشتغل وبقى بيبعت اشاره للمساعده، وكارلوس بيقول ان في احتمال فريق انقاذ يوصل خلال ساعات. وبعد كده الشمس بتبدا تغيب وبيرجعوا للمخيم، وتحت في المخيم الجو بيبقى مليان خوف وشك بين الكل. وليزا بتمسك السلاح وبتبعد عن جاك ومش عايزه تقرب من اي حد، وبعد موت جوزها بقت خايفه من كل الناس. وداني بيقرب من ايمي وبيحاول يتحكم فيها وبيقول لها ما تتكلمش مع اي حد، وبيقول ان هو الوحيد اللي يقدر يحميها. وساعتها ايمي بتبدا تشك فيه وبتحس انها ما تعرفش عنه الحقيقه، وبتفتكر انها سابت حياتها ومشيت وراه من غير اي تفكير. بس دلوقتي كل حاجه حواليها بقت مخيفه، وداني بيزعق وبيقول ان هو اللي انقذها اكتر من مره، بس اسلوبه بيخليها تخاف منه لاول مره. وباقي الناس كل واحد قاعد مش واثق في التاني. وبعد شويه الثلاثه بيرجعوا من الجبل وبيقولوا ان الجهاز شغال وان ممكن فعلا الانقاذ يوصل قريب. والليل بيليل والكل بيحاول ينام، بس الخوف مسيطر عليهم. وكارلوس بيقوم في الضلمه وبيبدا يتدرب لوحده علشان يفضل محافظ على مستواه، وكان سرق اكل قبل كده علشان يحافظ على نفسه. وفجاه وهو في الضلمه بيظهر شخص واقف قدامه ولابس نفس ماسك كارلوس، وقبل ما يفهم اي حاجه الشخص بيهاجمه بسرعه بسكينه، وفي ثواني كارلوس بيموت في المكان. والصبح بيجي والكل بيكتشف انه اختفى، وبيبداوا يدوروا عليه في كل حته. وكيفن بيقول ان الجهاز لو شغال كان زمانه بعت اشاره ان في ناس محتاجه انقاذ، ولكن بيكتشف ان سلك الجهاز اتقطع بالليل، يعني من الاخر مفيش اي اشاره خرجت بره الجبل، وده معناه ان محدش من بره عارف انهم محتاجين مساعده دلوقتي. والكل بيرجع يدور في الغابه ولكن من غير اي نتيجه. وفي الاخر بيقرروا يرجعوا للجبل يشوفوا الجهاز بنفسهم، وكريستي بتوافق تروح مع كيفن علشان لو راح لوحده هيبقى في خطر جدا. وبالفعل الاتنين بيطلعوا ناحيه الجبل بسرعه، وفجاه وهم ماشيين بيرفعوا عينيهم للسماء وبيشوفوا طيور كتير بتلف في مكان واحد. والمشهد ده بيخليهم يفهموا ان في حاجه غلط حصلت هناك، وبدل ما يكملوا طريقهم للجبل بيروحوا ناحيه المكان ده. ولما بيوصلوا بيتصدموا بوجود كارلوس مقتول ومرمي على الارض، وواضح ان حد قتله في نفس الليله وسابه هناك. وكيفن وكريستي بيرجعوا على المخيم بسرعه وبيبلغوا الباقيين ان في واحد تاني مات. والصدمه بتخلي الشك يزيد بينهم اكتر واكتر، والكل بقى شايف ان داني وايمي هما الاقرب للاتهام، وده لان كارلوس كان نايم قريب منهم. وداني بيحاول يبرر وبيقول انه ملوش علاقه باي حاجه، ولكن محدش بقى مصدق اي حد خالص دلوقتي، وكل واحد بقى بيسال نفس السؤال، هو مين اللي بيقتلهم؟